وصلنا مع بعض لآخر اكتيفيتي من التست بروسيس ألا وهو التست كومبليشن. المرحلة دي هي اللي بننهي فيها عملية التستنج. غالبا بتكون يعني قبل تسليم مشروع أو يعني مش ده قبل تسليم مشروع. خليني أكون دقيق معاكم شوية. هو بيقول لك usually occurs at project milestone. زمان أيام الحرب العالمية كان الجيش الألماني بيروح أماكن كتير جدا ما هوش عارفها. حلو. فقال لك ايه؟ الاماكن دي بيبقى فيها مساحات شاسعه، مش يعني مساحات شاسعه مش ليها ملامح واضحه او ملهاش ملامح واضحه. فكان يقول لك ايه؟ عند كل مايل حط لنا حجره. فالحجره دي قال لك هي المايل ستون. يعني بعد كل ميل بيحطوا حجره. حلو. فالمايل ستون دي هو ده تفسيرها. المايل تقريبا 1600 متر حاجه كده. فبعد كل 1600 متر كانوا بيحطوا ايه؟ طوبه. فهنا هو بيشبه التست كومبليشن ده بالمايلستون، بموضوع المايلستون ده ان انا ممكن مش لما المشروع يخلص كله، لا، لما اخلص جزء معين من المشروع اللي هو يعتبر المايلستون بتاعي، انا ممكن اقول الحته دي اللي حصل لها تيست كومبليشن. حلو كده. زي ايه؟ زي ان انا مثلا اطلع ريليس معين، ده المايلستون بتاعنا، يبقى انا اعمل تيست كومبليشن لحد الحته دي. زي يكون في iteration معين اوصل له، تيست ليفل معين احققه. حلو كده. بيقول لك هنا for any unresolved defects change requests or product backlogged items are created. يعني في مرحلة التست completion لو انا عندي ديفكتات او any defect يعني ما تحلش في المرحلة اللي قبل منه، سواء في iteration او release او whatever، بنعمل له ريبورت ونقول والله احنا عندنا 1 2 3 4 ما تحلوش، فبنأجلهم مثلا للريليز اللي جاي كده يعني. لو في any change requests برضو بنقول ان ده هنأجلها مثلا للريليز الجاي او الاتريشن اللي جايه. اي حاجه في البرودكت باك لوج، اي شغل تبع الاجايل بيكون في حاجه اسمها البرودكت باك لوج ايتمز. دي برضو بنخليها في او بنقاد فيها الحاجات مع نهاية مرحلة التست completion. Any testware that may be useful in the future is identified and archived or handed over to the appropriate teams. يعني لو انا اشتغلت على تول معينة مثلا يعني، والتول دي كانت very useful او انا عملت تيست كيس بشكل معين وكانت very useful، فبعمل ايه؟ باخد الحاجات المهمة، الحاجات المفيدة دي، اي تيست وير، اي حاجه ليها علاقه بالتستنج، واسيبها واشيلها عندي علشان احتاجها بعد كده. ممكن احتاجها في الفيوتشر ان ذا فيوتشر، او اديها لتيم تاني قد تساعده في شغل او تساعده في حاجه. فده برضو بيتم في مرحله التست كومبليشن. The test environment is shut down to an agreed state agreed status. بنقفل بقى الانفايرمنت اللي انا يعني شغال عليها، وبنرجعها للستيتس اللي انا متفق عليها او اللي احنا متوافقين عليها من البدايه. يعني ان احنا نوصل للمايلستون الفلاني هنرجع الانفايرمنت للوضع الفلاني. طبعا بنعمل اناليسز لكل الاكتيفيتيز، وبنعمل ايدنتيفاي تمام للليسنز اللي احنا اتعلمناها، الدروس بقى اللي اتعلمناها في خلال المرحله دي، سواء كانت iteration زي ما قلنا او ريليز او وات ايفر المايلستون اللي احنا محددينه. وكمان نحدد الامبروفمنتس فور فيوتشر iteration ريليز اور بروجكتس. بنحدد برضو ايه احنا يعني عايزين نطور ايه، عايزين نحسن ايه، عشان ناخد الامور دي ونطبقها او ننفذها في الاتريشنز اللي جايه او الريليزز او البروجكتس اللي جايه. ونعرف الموضوع ده اكتر في سيكشن او في شابتر 4 ان شاء الله. تيست كومبليشن ريبورت كرييتد بقى، الحته دي مهمه. في مرحله التيست كومبليشن بنكريت حاجه اسمها